الرفيقة ساكنة جانسيس ابنة الدكتور جاي ترسم في باكور كردستان من مواليد 1957، صاحبة الشعر الأحمر ذات الابتسامة الجميلة والشخصية القوية. أدركت في سن مبكر التناقضات تجاه الحقائق السائدة في وسطها في الأوساط الاجتماعية آنذاك، وبدأت مسيرتها في البحث عن الحقيقة لتصبح طفولتها مرحلة لتكوين بناء الذات، وأنهت المرحلة الدراسية بتفوق، وبلغت المرحلة الجامعية لتكبر التناقضات في ذهنها. وعرفت منذ شبابها بعملها كناشطة في جمعيات اليسار المؤيدة للقضية الكردية في تركيا، مع انضمامها إلى المجموعة الإيديولوجية الأولى. وأسسوا حزب العمال الكردستاني عام 1978 في باكور كردستان. وتعتبر رفيقة ساكنة من النساء اللواتي استطاعن تحقيق التوازن بين رفض الخضوع والالتزام العادات والتقاليد الباقية المحافظة على القيم المقدسة التي اكتسبها من البيئة التي نشأت فيها. وقد بدأت مسيرتها ومبادرتها ضمن المصانع والمعامل، وليس من أجل المال، وإنما لتوسيع دائرة معرفتها بالشابات وإيجاد الفرصة لفتح النقاش معهن وإرشادهن لطريق تنظيم الذات من خلال انضمام حزب العمال الكردستاني. لقد كانت معروفة في المجتمع في أوساط السياسيين في فرنسا وبلجيكا وحتى في ألمانيا، وكانت حساسة جدا تجاه قضية المرأة، وشاركت في العديد من المنتديات الدولية، وكانت في دار متحدثة باسم مجموعة من 15 ناشط كردي، وقادوا إضرابا عن الطعام في آذار عام 2012 للمطالبة بالإفراج عن قائد الشعب الكردستاني عبد الله أوجلان. الرفيقة ليلى شيرميز هي عضوة في مجموعة شبابية كردية، وكانت تعيش بين فرنسا وألمانيا، وارتكبت جريمة اغتيالهن بالتعاون مع الاستخبارات التركية على يد عمر كوناي، الذي قتل في السجن من قبل الفاشية التركية التي استهدفت بقتله إغلاق ملف القضية وإخفاق الجريمة. وبتلك الجريمة الشنعاء أثبتوا مخاوفهم من المرأة المناضلة والطليعة، ولأنهم يدركون بأن المجتمع السليم يبنى بيد المرأة المناضلة التي بنيت نفسها ونظمت إمكانياتها وفق فكر وإيديولوجيا القائد آرتور. والأمثلة التي نستذكرها اليوم مثل الشهيدة سارة ورفيقاتها اللواتي تم اغتيالهن على يد الفاشية التركية. الدولة التركية تسعى جاهدة إلى تصفية حركة حرية كردستان من خلال فرض العزلة على القائد أربو، وكذلك استهداف القياديين في الحركة الحرية والديمقراطية في باكور كردستان. لكن هيهات، ففكر القائد راسخ في نفوسنا، وقوافل الشهيدات هم قادتنا المعنويون. ونعاهد الشهيدات الثلاث ساكنة جانسية في دار الوقار ليلى شيرميز بالسير على دربهن حتى تحقيق الحرية لكامل شعبنا، وكذلك تحقيق حرية القائد أربو.